يا دكتور انا عايز اعمل نحت للجسم. طيب مبدئيا خلينا نتفق، نحت الجسم هل هو عمليه ولا مش عمليه؟ انا دكتور احمد الادور، استشاري جراحات التجميل. لما نسمع يا جماعه كلمه نحت الجسم، هو النحت هو مش عمليه في حد ذاتها. نحت الجسم هو كونسبت او تارجت انا بوصل له في الاخر. بوصل له ازاي؟ انا معايا تولز كتيره ممكن اوصل لنحت الجسم عن طريق شفط الدهون. عندي تكتلات دهنيه عنيده في اماكن معينه موضعيه من الجسم، وانس ان انا عملت شفط للدهون دي، وصلت الجسم كيرفي والكونتور بتاع الجسم بقى كويس، انا كده عملت نحت كويس. طيب عندي اماكن محتاجه شفط دهون واماكن تانية ديفيشنت زي المؤخره محتاج ان انا احقن فيها دهون، عملت شفط من اماكن واعاده توزيع الدهون في اماكن تانية، وصلت للشكل الكيرفي والكونتور اللي انا بحلم بيه، انا كده عملت نحت. طب عندي شفط في اماكن وحقن في اماكن تانية وفي جلد مترهل عملت له شد، انا كده برضو وصلت للنحت. فهو النحت هو الكونسبت اللي انا عايز اوصل له في الاخر. بوصل له يا اما بشفط فقط، شفط وحقن دهون، شفط وحقن دهون او شد فقط. في الاول وفي الاخر كل دي تولز في ايد الجراح بيوصل بيها للكونسبت الاساسي اللي هو عايز يوصل له، وهو جسم منحوت انسيابي ومتناسق. لو حابين تعرفوا اكتر عن تفاصيل عمليات النحت وانا محتاجه ايه بالظبط، شد ولا شفط ولا حقن، ابعتوا لنا على رسائل الصفحه واحنا هنتواصل معاكم.